هاي جايز، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده الفيديو اللي عارفين كلكم طلبتوه مني في الفتره الاخيره وكلكم عمالين تسالوني عنه، هو ادوات للجورنال. النهارده هنعمل ادوات للجورنال للمره الخامسه حرفيا. ما كنتش عارفه ان السلسله دي هتحبوها قوي كده، ان شاء الله نكون مكملين عليها. انا بس بشوف بعض الجورنالز اللي على بنترست وبشوف كده ادوات ممكن ان احنا نعملها مع بعض ونستخدمها في الجورنال. هقول ملاحظه ان الادوات اللي انا بعملها لو انتوا عايزين منها اكتر من واحده ممكن انكم تعملوا اكتر من واحده. وانا هعمل النهارده ستيكر، انت ممكن تعملوا نفس الستيكر ده بنفس الشكل مثلا 5 مرات، يعني 5 وحدات منه. فانا بس بعمله لكم مره واحده عشان بس اوريكم الشكل بيكون عامل ازاي. وبس قبل ما نبدا الفيديو، لو انتوا لسه جداد في القناه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، ويلا بينا نبدا الفيديو. الفكره الاولى، شفت الجورنال ده ولقيت الورقه اللي مرسوم عليها الكرز عجبتني جدا، فيلا نعملها مع بعض. هستخدم اي ورق ابيض متوفر عندكم، ورق رسم، اي ورق ابيض. هاخد طبعا المقاس اللي انا عايزاه، مفيش مقاس محدد، وهبدا اني اقصه، وهو ده الحجم اللي كنت عايزاه. هبدا اني استخدم الوان ماركر او الوان فلوماستر. هبدا اني اعمل نقطتين حمر جنب بعض، وهبدا اني اسيب مسافه، وبعد كده اعمل كمان نفس النقطتين لحد ما املا الورقه كلها. وهبدا اني اعمل كده شكل التمانية فوق النقطتين دول كانهم كده الورق بتاع الكرز، وده بس شكلها كيوت جدا. دلوقتي هوريكم شكلها لما تيجوا تعملوا الجورنال. انا دلوقتي مش بعمل جورنال خالص، انا بس بوريكم شكلها كده، فهي محطوطه في الدفتر الجورنال بتاعكم. طبعا هلزقها بالصمغ او الجلو. الفكره التانية، هنعمل مع بعض الورقه المخططه خطوط عرض وطول دي. هستخدم الورق البني. الورق البني ده بيكون متوفر في المكاتب عادي جدا، او في اي حاجه مثلا عندكم ورق بني زي ده استخدموه. قصيت المقاس اللي انا عايزاه، هبدا اني استخدم القلم الحبر الاسود ده. لو مش متوفر ممكن تستخدموا قلم فلوماستر عادي. كنت هعملها بالمسطره في الاول، بس بعد كده قلت خليني اعملها خطوط عشوائيه هتكون احلى بالنسبه لي. طبعا ليكوا حريه الاختيار، ممكن تعملوها بالمسطره. هعمل خط عريض وبعد كده خط رفيع وبعد كده خط عريض، وبعد كده هعمل الخطوط الافقيه خطين جنب بعض وبعد كده خط بعيد عنهم، يعني بشكل عشوائي جدا وبس كده. انا حبيت ان انا اقطعها زي ما كانت في الصوره، شكلها يكون فينتج اكتر. لو انتوا عايزين تحطوها كده عادي جدا، برضو ممكن تلزقوها بالصمغه او بالدبل فيس عادي جدا، وده بيكون شكلها. الفكرة التالتة، شفت الجورنال ده وعجبني جدا، هعمل الستيكر ده بالذات لانه حسيته فينتج قوي وانا بحب الحاجات الفينتج. هستخدم نفس نوع الورق البني اللي كنت مستخدماه واي حاجة دائرية عشان بس اعمل شكل الدايرة، وقصيت الدايرة وهو ده خلاص هنرسم عليه. طبعا استخدمت الالوان الخشب لانه حسيتها هتكون احسن للفينتج خصوصا، يعني طبعا لو عايزين تستخدموا الوان مية ماركر براحتكم. بدأت اني ارسم وردتين بساط جدا وارسم التفاصيل بتاعتها والورق الاخضر بتاعها، يعني براحتكم ممكن ترسموا اللي انتوا عايزينه. وبعد كده بدأت اني الون الورق بتاعها وبس كده. ده شكلها، بتلزقوها طبعا بالصمغ او برضو بالدبل فيس في اي مكان انتوا تحبوه. ممكن تعملونها اكتر من واحدة عادي جدا. الفكرة اللي بعد كده، شفت الجورنال ده والصراحة عجبني الستيكر ده او الملصق ده، فيلا بينا نعمله مع بعض. اول حاجه هستخدم الورق الابيض عشان هاخد المقاس اللي انا عايزاه، وبعد كده هبدا اني استخدم ورق متين شويه او ورق مقوى، ممكن يكون ورق كرتون عندكم. اهم حاجه يكون تقيل، لو مش متوفر ممكن تستخدموا ورقه رسم وزنها 180 جرام، يعني تقيله شويه. خدت مقاس اصغر من مقاس الورقه البيضه اللي احنا عملناها. هبدا اني الزقها بلزق دبل فيس، ويكون سميك شويه لانه ليها ارتفاع كده، بيديها ارتفاع، فده عجبني جدا الصراحه. هبدا اني الون على الورقه البيضه الصغيره دي بالوان الميه. طبعا لو انتم مش عايزين الوان ميه او مش متوفر عندكم ممكن تلونوا بالوان ماركر. انا بس دخلت الالوان في بعضها، ممكن انكم ترسموا اي حاجه انتوا حابينها. وبس بدات اني ازود التفاصيل للورقه زي كانه فيديو كده، وتكتبوا مثلا عباره انتوا بتحبوها او كلمه كيوت كده يعني. فانتوا بتزودوا التفاصيل براحتكم، بس ده بيكون شكلها لطيف جدا الصراحه وعجبني جدا. يمكن ده اكتر جورنال كيوت شفته حرفيا. هنعمل ستيكر الوردة ده، برضه هستخدم الورق المتين ده لو مش متوفر، زي ما قلتلكوا ورق رسم يكون تقيل شوية عشان يقدر يستحمل الوان المية. بدأت اني اعمل نقطة صغيرة كده باللون البينك، وبعد كده خففت اللون البينك شوية باللون الابيض، وبدأت اني ارسم اكمل الوردة يعني بالشكل ده. هي بسيطة جدا على فكرة الرسمة وسهلة جدا. بعد كده هبدأ اني اقص الوردة، بس هسيب حدود كده ما بين القص وما بين حدود الرسمة، يعني حتة بيضة كده بتخلي شكلها كيوت اكتر. وبس ده الستيكر بقى جاهز معانا. برضو تلزقوه بالدبل فيس او تلزقوه بالصمغ عادي. انا لزقته بالدبل فيس عشان برضو يدي ارتفاع اللي انا بحبه ده. وبس دي نتيجة ادوات الجورنال اللي احنا عملناها، حسيتها كيوت جدا وتنفع لأي نوع جورنال. حلوة وجميلة، عملناها في البيت من غير اي تكلفة. بس ده كان فيديو النهاردة، اتمنى رب يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك، وبس قولولي رأيكم في الكومنتس. باي باي.